السلام عليكم. النهاردة هنحضر مع بعض أحسن وألذ مولتو أو زي ما بتقول عليه كده الكروسو، بس هنعمله كده صغنن شوية، وكمان هنحشيه بالشوكولاتة مورق وخفيف جدا جدا. يعني عايزة أقولك كده حاجة جميلة جدا، وانت كمان هتعمليها بإيدك. تابعي الفيديو للآخر عشان تعرفي كل التكات. أول حاجة هنجيب طبق غويط وهنزل كده بكوباية كبيرة من اللبن. تمام. سعة الكوباية اللي أنا مستخدماها يا جماعة 200 جرام. نزلت كمان بمعلقة كبيرة ممسوح من الخميرة الفورية. عندي كمان معلقتين ونص من السكر. هقلب كل المكونات دي كويس لحد ما السكر يدوب كده معايا. عندي مكون حلو جدا جدا بيدي المولتو كده طعم حلو جدا، هي زبدة، ربع كوباية من الزبدة. نزلت بربع كوباية من الزبدة وقلبتهم كويس لحد كده ما كله اختلط كده مع بعض. عندي الدقيق هنا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، نخلته كويس. وعندي كده ربع معلقة صغيرة كده من الملح. تمام. قلبتهم كده الاول مع بعض. بعد كده بقى هنعجن العجينة. تمام. اهم حاجة في اللحظة دي تعجني العجينة كويس جدا. انا عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية، طرية وتمط كده معاكي. عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية جدا 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 وما تلزقش خالص في ايدك. تمام. جبت هنا كمان كوباية كده من المية، وهقولك انا خدت قد ايه بالظبط من المية واللبن. اول حاجة كانت كوباية من اللبن، وكنت جايبة كمان كوباية من المية. خدت من الكوباية دي نص كوباية ومعلقتين كبار. تمام. وده طبعا حسب نوع الدقيق، يعني ممكن تفرق معاكي بمعلقة زيادة، معلقتين زيادة، ممكن تقل، ده حسب نوع الدقيق يا جماعة. تمام. زي ما انتوا شايفين يعني عجنت العجينة كويس جدا لمدة 5 أو 6 دقايق لحد ما طريت معايا كويس جدا جدا، والعجينة بقت معايا بتمط. تمام. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ زي الملبن كده ما بين ايديا. ما تخليش العجينة تكون ناشفة او قاسية معاكي فتبوظلك الكروسيون او الميني مولتو بعد كده. انا عايزة العجينة تكون طرية جدا جدا تحت ايدي. شايفين ما شاء الله عاملة زي الملبن. هسيب العجينة بقى ترتاح معايا لمدة نص ساعة عشان تختمر معايا. هدهن بس الطبق حاجة كده بسيطة كده من الزيت، وكمان هدهنها هي كمان العجينة كده من فوق عشان لما اغطيها كده بكيس نايلون ما تلزقش معايا، وكمان بيساعد على التخمير بسرعة. تمام. هسيبها بقى تختمر كده براحتها لمدة كده نص ساعة، وده حسب توقيت الصيف اللي احنا فيه. لو في الشتاء طبعا بتقعد اكتر من كده. تمام. غطيتها واسيبها كده اغطيها كمان بفوطة كده كويسة واسيبها بقى تختمر. تمام. تعالوا بقى نشوف بعد التخمير حاجة كده ما شاء الله اختمرت كويس جدا. شايفين ما لزقتش في كيس النايل. ههبط بقى التخمير بالشكل ده. شايفين العجينة؟ عايزة اقولك ان هي عاملة زي الملبن تحت ايدي، مش مستحملة خالص، طرية جدا جدا عشان احنا ختمناها كويس. آه جبت العجينة وفردتها كده على الرخامة وهقسمها على نصين. عايزاكي بقى تركزي بقى في الوقت ده انا بعمل ايه. جبت اول واحدة كده كورتها ما بين ايديا بالشكل ده وهسيبها على جنب، والتانية برضو هكورها بالشكل ده. اهم حاجة بس تجيبي طبق وترشي عليه كده كمية خفيفة كده من الدقيق وتغطي العجين كويس. لازم تغطي العجين بتاعك عشان ما يعملش كده معاكي قشرة كده ناشفة من فوق. اهم حاجة تغطي العجين بتاعك. جبت التانية وعملتها كده رول بالشكل ده، وبعد ما اعملها رول بالشكل ده هقسمها معايا ل5 كرات. ركزي كويس عشان الحاجات دي يا جماعة اللي هتخلي معايا الميني مولتو يكون مورق معايا ويكون خفيف جدا جدا زي ما شفتي كده في اول الفيديو. كل كورة كده هوت يعني اكبر من البيضة، اللي هي البيضة مش البلدي، البيضة الكبيرة، اكبر منها بسنة كده بسيطة. تمام. هبتدي ان انا بس افردها كده بايدي زي ما انتوا شايفين واكورها بالشكل ده. شايفين؟ هقفلها كده بالشكل ده. اهم حاجة يا جماعة نجيب طبق ونرش عليه برضو كمية خفيفة كده من الدقيق
ونغطي العجين بتاعنا عشان ما يلزق الوش بتاعه ما ينشفش معانا بعد كده. انا عايزة العجينة تحتفظ بالطراوة بتاعتها. تمام. كل واحدة عملت لي 5 كرات، شايفين 5 كرات يا جماعة. هريحهم كده على جنب واخد التانية وابتدي برضو ان انا اعملها رول. شايفين اهي، هسيبها كده على جنب يا جماعة. هاخد بقى التانية، شايفين كل ما اجي اريحها احس ان هي بتخمر. ما شاء الله العجينة ملبن وطرية جدا، ما بتلزقش خالص. لو حسيت ان هي بتلزق رشة الدقيق اللي انت حطاها كفاية ان هي هتظبطها لك. قسمتها برضو زي التانية كده 5 كرات، وابتدي برضو ان انا افردها بايدي بالشكل ده واكورها واقفلها كويس. تمام. هغطيها برضو بكيس تلاجة. تمام. ركزي بقى كده في الخطوات. جيت بقى ريحتها وخدت التانية اللي انا كنت مكوراها الاول. تمام. كل ما بتريحي حتى الدقيق ثواني كده معدودة او دقيقة، بتحسي ان الدقيق كده بيختمر حاجة بسيطة، فبيريح معاكي فبيتفرد معاكي بكل سهولة. تمام. هفرد بقى كل واحدة بالشكل ده. واهم حاجة معايا مسيحة كده ربع كوباية من الزبدة. طب انا ما عنديش زبدة، عادي خالص ممكن تحطي سمنة. طب انا ما عنديش سمنة، ممكن تفرطي بالزيت. ممكن سمنة وزيت، بس عايزة اقولك ان السمنة بتدي كده طراوة للعجينة بعد التسوية، حاجة كده ما شاء الله. او الزبدة. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي انا بعملها بعد كده. شايفين انا ما بمشيش عند الحروف يا جماعة، بسيب حاجة كده بسيطة من عند الحروف وبدهن كده من جوه. هعمل لكم واحدة كمان عشان تشوفوا الخطوات. رشيت كمية بسيطة كده من الدقيق، بتتفرد معايا بكل سهولة. طب لو بتمط معايا سيبيها بس كده ثواني وغطيها بكيس التلاجة وفرديها وتتفرد معايا بكل سهولة. بس انا عندي العجينة ما شاء الله كانت بتتفرد معايا بكل سهولة. هنيجي بقى كده هوت هنجيب الاولانية ديت ونجيب برضو طبق كده ونرش بس رشة بسيطة كده من الدقيق، ونحط اللي انا فردتها كده في الاول فيها. تمام. هجيب التانية اهي وابتدي ان انا اظبطها، احاول كده على قد ما اقدر ان انا اظبطها واحاول ان هما الاتنين يبقى قد بعض. تمام. تعالوا بقى نشوف هندهنها ازاي. شايفين يا جماعة انا بدهن من جوه، ما بديش الحروف اللي بره. تمام. عشان بعد كده لما نريحها تمام ونيجي نفردها، انا مش عايزة الزبدة تطلع معايا بره لما نيجي نفردها فتضايقنا بعد كده. خلاص يا جماعة. دي بقى يا جماعة التالتة اللي انا بفردها، دي التالتة. شايفين هنحاول برضو ان احنا نظبطها بالشكل ده. ركزي بقى كده كويس عشان دي هي اللي هتخلي الميلي مولتو معاكي يكون مورق زي ما شفتي كده. شايفين ما شاء الله. دي التالتة يا جماعة. دي بقى الرابعة هنفردها برضو كده اهو بالشكل ده. اهم حاجة يا جماعة تغطي العجين بتاعك عشان ما ينشفش منك زي ما قلتلك. هقولك على كل تفاصيل في الفيديو ده، في كل حاجة انت محتاجاها ان شاء الله هتعرفها في الفيديو ده. شايفين يا جماعة اهو دهنتها كمان كده بالزبدة وما جيش عند الحروف. دي بقى اخر واحدة يا جماعة، الخمسة يا جماعة هنفردها بالشكل ده، بس مش هندهنها اي حاجة خالص. تمام. اخر حاجة مش هندهنها، هغطيها بكيس تلاجة واخليها ترتاح كده في التلاجة. تمام. هسيبها في التلاجة. شايفين ما شاء الله لما رجعت للتانية اختمر التاني ازاي. ما شاء الله العجينة طرية وحلوة جدا جدا. تعالوا بقى نعمل التانية. انا مش هطول عليكم يا جماعة، انا هعمل لكم بس اول واحدة او اتنين كده وخلاص. تمام. هفرد برضك اول واحدة كده بالشكل ده. اجيب برضو طبق فيه كمية كده حلوة من الدقيق، مش كتيرة قوي، كمية بسيطة كده من الدقيق، وابتدي ان انا برضو اعملها بالفرشة بالشكل ده. اهم حاجة ما نطلعش للحروف. هكمل بقى كل الكمية واحطها في التلاجة، واجيب اللي انا كنت حطاها في التلاجة، هي دي اللي انا كنت حطاها في التلاجة في الاول يا جماعة. تمام. شايفين ما شاء الله برضو ارتاحت واختمرت كمان.
تمام يا جماعة، أهم حاجة نغطيها بكيس تلاجة، وإحنا حاطينها في التلاجة برضك عشان ما تنشفش معانا. شايفين أنا قُلت لكم بقى ما نحطش الزبدة كده على الحروف عشان لمّا نيجي بقى نضبطها كده ما تطلعش معانا أو نفردها فالزبدة تضايقنا. حطينا بقى كمية حلوة كده من الدقيق، وأهم حاجة يا جماعة نقلبها من ناحيتين عشان ما تكونش ناحية مش مضبوطة معانا من تحت، بعد كده التورقات ما تبقاش معانا مضبوطة، يعني ما بين الخطوة والتانية نفردها كده الناحية دي، وبعد كده نضبطها، يعني نضبط الحروف كده ونخليهم قد بعض. تمام يا جماعة، شايفين بإيدينا كده أي حاجة أو بالنشابة ونضبطها بالشكل ده. تمام، شايفين هو ده السمك المظبوط، ما نرقهاش عن كده. نيجي بقى عند التقطيع. انا عملت بقى ايه الميني مولتو اللي هو الصغير، بس ما كانش صغير قوي يعني، كان حجمه كده جميل. ما شاء الله كان حلو جدا. عايزه اقول لك من نص كيلو دقيق عملت لي كميه حلوه جدا، وهقول لك كمان في اخر الفيديو. شايفين ما شاء الله انا بقطع بالبركه يا جماعه. بقطع بالبركه زي ما تيجي تيجي بقى. معلش يا جماعة، ابني بقى فكان عاوز يساعدني أو عاوز يقلدني، يعني ابني صغنن جدًا عنده 1.5 سنة، فهو بيحب إن هو أي حاجة باعملها لازم يعمل معايا، لازم يشاركني كده في أي حاجة. بُصّوا يا جماعة، أنا كل واحدة كده باقسّمها كده من النُص، واحاول إن أنا أرُرّها بالشكل ده، وابتدي إن أنا أضبّطها كده من تحت عشان ما تفُكِّش منّي، والحتّة اللي من تحت دي أحطّها كده على الصاج بتاعي أو الصينية اللي أنا هاسوّي بيها. تمام؟ شايفين باقطعها كده من النص. عايزة تحشيها اي حاجة، جبن، اي حاجة انت بتحبيها وبتفضليها ممكن تحشيها في الوقت ده. شايفين انا بعملها ازاي؟ بقفلها بالشكل ده كده من تحت، واحطها كده من تحت على الصاج. خلي بالك وانت بتحطيها على الصينية بتاعتك او الصاج ما تخليهمش يكونوا قريبين من بعض، عشان هو بعد كده هيتخمر تاني، لان العجينة دي بتتخمر مرتين. الخمرة اللي هي الاولانية اللي احنا ريحناها فيها، وبعد كده بعد ما بنشكلها بنخليها ترتاح تاني تختمر تاني. تمام يا جماعة. معلش بقى يا جماعة، ابني بقى مش راضي يسيبني، اعمل ايه بقى؟ معلش سامحوني. نسيبها بقى تختمر. تمام، ونجيب بقى اللي في التلاجة التانية ونعملها. اهي جبنا بقى التانية اللي في التلاجة، هنرش برضو كمية حلوة كده من الدقيق من فوق كده ومن تحت، مش كتير او ما نرشش كمية دقيق كتير، هي اصلا ما شاء الله مش محتاجة خالص. يعني لو حسيت ان هي بتلزق بس كده حط كمية من الدقيق، ما حسيتيش حط حاجة بسيطة كده من الدقيق زي ما انا حطيت. تمام يا جماعة. هبتدي برضو زي ما بقول لكم كده نحاول ان احنا نفردها كده بايدينا من فوق ومن تحت عشان كل الطبقات كده تبقى متساوية وتبقى قد بعض. شايفين؟ باجي كده من تحت اهو وبفردها تاني وبقلبها برضو لحد ما كل الطبقات تبقى زي بعض ومتساوية. هنيجي كده بالنشابة ونفردها. هو عاوز يشد مني النشابة وعاوز يعمل زي بالظبط. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. شايفين ما شاء الله بعد التخمير الضعف الحجم بتاعه. محضرة معايا كده ربع كوباية من المية، عليها معلقة صغيرة كده من السكر، دوبتهم كويس لحد ما السكر داب معايا بالشكل ده. تعالي بقى اقولك بقى تدهنيه ازاي. اهم حاجة وانت بتدهنيه ما تضغطيش عليه جامد، لان في الوقت ده العجينة بتاعتي مختمرة كويس، فلو انت هبطيها فتبصم معاكي فهتهبط مننا، فانا مش عايزة ده. انا عايزاكي وانت بتدهنيها كده تدهنيها كده بالراحة خالص. تمام. تعالوا بقى كده نتكلم عن السر التسوية المظبوطة بتاعها. هتخشي يا جماعة الفرن سابق التسخين، يكون الفرن مولوع قبلها كده ب5 دقايق. تمام، على درجة حرارة 200. واول ما تاخد كده القاعدة بتاعتك اللون الذهبي من تحت كده هنولع عليها الشواية دقيقة كده، وخلي بالك اوعي تولعي عليها الشواية وسيبيها عشان ما تتحرقش مني. مدة التسوية بتاعتها ما تاخدش معانا 10 دقايق وهتلاقي الميني مولتو معاكي جاهز. اوعي تكتري التسوية في الفرن، عشان لو كترتي التسوية في الفرن يا جماعة هتنشف منك، وانا مش عايزة ده. انا عايزاه طري كده خفيف وكمان مورق زي ما شفتي كده معايا في الفيديو في اول الفيديو معايا. تمام يا جماعة. تمام. واول كده 3 دقايق نفتح الفرن وناخد الصينية او الصاج اللي احنا حاطين فيه فنحركه كده من الناحية التانية عشان ياخد معايا كله كده لون حلو ده زي ما انت شايفاه كده ما شاء الله.
كمية حلوة جدا جدا، طلعت من نص كيلو دقيق طلعت لي 32 واحدة ما شاء الله. شايفين حاجة كده ما شاء الله حلوة جدا. بعد ما يطلع كده من حرارة الفرن حاولي ان انت تغطيه كده بالفوطة عشان ياخد كده من حرارة الفرن فيبقى طري كده معاكي. دولت بقى حبة كده زينتهم بالشوكولاتة، شايفين ما شاء الله. دي سادة وحبة كده حشيتهم كده بالشوكولاتة. شايفين التورقات عاملة ازاي يا جماعة؟ ما شاء الله حلوة جدا جدا. مورق وخفيف وفي نفس الوقت طري جدا. ديت بقى انا حاشيها كده شوكولاتة كده من جوه. لو وصلت لحد هنا يا أمل ما تنسيش بقى تعمل لايك واشتراك للقناة لأختك عشان يوصلك كل جديد كده بإذن الله. والله بتعب في الفيديوهات قوي زي ما انت شفت كده، ابني مش مخليني كده اعمل اي حاجة، لازم كده ملحقني في كل حاجة. يلا الحمد لله، ربنا يخلي لي يا رب، وكل واحدة كده مشتاقة كده بعيل ربنا يرزقها بإذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.